السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنوز وأسرار اليقين بالله عليكم لا يفوتكم هذا المقطع أبدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في فرق كبير جدا بين العلم العقلي اللي هو مجرد المعلومة التي تدخل في العقل، وبين العلم القلبي اللي هو اليقين والتفاعل مع تلك المعلومة. أدي لحضراتكم شوية أمثلة كده، بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، اللي هي سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك. لما النبي يقول أن هي بتمنع من عذاب القبر مش بتخفف، لا، ده اللي يقرأها ويموت في تلك الليلة بفضل الله تمنع عنه عذاب القبر. لما تسأل واحد عارف الحديث ده يقول لك طبعا عارفه وهو حديث صحيح. طب ليه ما بتقرأش سورة الملك أو سورة تبارك قبل النوم؟ كل ده لضعف اليقين. يبقى عنده المعلومة العقلية لكن التفاعل القلبي عنده مش موجود لضعف اليقين. لما نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سيد الاستغفار او دعاء سيد الاستغفار من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من اهل الجنة، ومن قاله بالنهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من اهل الجنة. لما تسأل اي حد تعرف الكلام ده؟ طبعا اعرفه، ده الحديث في البخاري. طيب هل بتقرأ سيد الاستغفار أول ما تنام وأول ما تصحى؟ يقول لك لا. ليه؟ لضعف اليقين. نفس الحكاية لما تقول لواحد أنت ما عرفتش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وبنهاة عن الإثم وقربة من الله تعالى وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، يعني يكتب له قيام ليلة كاملة، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، يعني من أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات. هل تعلم هذا الكلام؟ يقول لك طبعا أعرفه، كلها أحاديث صحيحة. طب ليه ما بتصليش قيام الليل؟ لضعف اليقين، ضعف التفاعل القلبي مع تلك المعلومة أو هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر، اللي هي السنة مش الفريضة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال عن صلاة الفجر من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وأمان الله وفي حفظ الله. تسأل أغلب الناس عارفين المعلومة دي؟ طبعا عارفين المعلومة دي. طب أقل القليل من الناس هم الذين يصلون الفجر، فلماذا؟ قال لك لضعف اليقين. ولو جيت قلت للناس بدون مبالغة اللي هيصلي الفجر النهاردة هديله 5000 جنيه، صدقوني الناس مش هتصحى تصلي الفجر. الناس أصلا مش هتنام من بالليل لحد الفجر عشان يلحقوا الفجر عشان 5000 جنيه. سبحان الله. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من صلى البردين دخل الجنة، اللي هو صلاة الفجر وصلاة العصر. يعني معقولة ان 5000 جنيه اهم عند كثير من الناس من الجنة؟ نعم. ليه؟ لضعف اليقين. لما نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بنى الله له بيتا في الجنة. طب ليه الناس ما بتصليش صلاة الضحى 4 ركعات؟ وليه ما بتصليش سنة الظهر القبلية 4 ركعات؟ قال لك برضو نفس الحكاية، لضعف اليقين. لما نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين اللي هم صلاة الضحى كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أي نافلة، يكتب له حج وعمرة نافلة بفضل الله بتلك الجلسة المباركة لمدة ساعة وربع بفضل الله سبحانه وتعالى. لما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، يعني أولى الناس بشفاعة النبي وأولى الناس بالدخول مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بصحبة النبي في الجنة أكثرهم عليه صلاة. ومع ذلك كتير من الناس ما بيكثروش من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، برضو لضعف اليقين. لما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، ودي ما تاخدش 3 دقايق، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني
يعني ذنوبه تتغفر ولو كانت بالمليارات. طب ليه كتير من الناس ما بتعملش كده؟ قال لك برضه لضعف اليقين. وخدوا بالكم من حاجة، ضعف اليقين ما بيكونش في الثواب وبس، لا ده كمان بيكون في العقوبات. يعني أدي لحضراتكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني صنفين من أهل النار النبي ما شافهمش، وذكر منهما: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، إلى آخر الحديث. لما واحدة تسمع الحديث ده وتقول لها: أنت عارفة الحديث ده؟ تقول لك: طبعا عارفاه. طيب ناوية تلبس الحجاب؟ تقول لك: عمري ما هلبس الحجاب. ليه؟ لضعف اليقين، مع إنها تعلم صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن هو اللي قال الكلام ده بالفعل. طب لما النبي يحذر ويقول: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومع ذلك في بعض الناس، بقول بعض الناس، بتشرب الخمرة، ولو قلت له: خد بالك ان صلاتك مش هتتقبل لمدة 40 يوم، ولا فرق معاه، لضعف اليقين برضه عياذا بالله. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، هيتعبوا نفسهم طول حياتهم يصلوا فرائض ورواتب ونوافل، وربنا مش هيقبل منهم أي عبادة. كان أول واحد من الثلاثة دولت العاق لوالديه، يعني اللي بيعق امه او ابوه او بيعق الاثنين، تمام، ده ربنا مش هيقبل منه لا عباده ولا صلاه ولا اي حاجه. طيب هو ليه ما يتوبش من العقوق ويبر امه وابوه عشان ربنا حتى يقبل عبادته، وعشان كمان ان هو بيعمل ده طاعه لله، لان ربنا هو اللي امره وقال له: وبالوالدين احسانا. قال لك برضه كل ده لضعف اليقين. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فيقول: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومع ذلك لما تقول لبعض الناس اللي بيرتعوا في مظالم العباد عياذا بالله: ليه ما بيبطلوش ظلم وتردوا الحقوق لأصحابها بدل ما تيجوا يوم القيامة تلاقوا نفسكم مفلسين؟ ما يعملوش كده برضه. ليه؟ لضعف اليقين. وانا اسال سؤال اخير: لو ان النبي صلى الله عليه وسلم احياه الله عز وجل الان، وقابل اي واحد فينا وقال له: انا عايزك ما تصليش في بيتك، صلي في المسجد، هل هتقدر تقول له لا؟ طبعا مش ممكن. الله، طب ليه مش هتقدر تقول لا؟ قال لك: حياء من النبي عليه السلام. طيب حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وانت ما بتصليش في المسجد، حياء من الله ليه؟ واخد بالك؟ يعني هل انت تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تستحي من الله؟ طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا تهجر القرآن، كل يوم اقرأ ورد من القرآن، هل ممكن تتأخر؟ قال لك: لا طبعا، ما اقدرش ارفض طبعا. طيب ليه بترفض تقرأ القرآن مع ان وصلك حديث النبي عن طريق اهل العلم واحاديث صحيحة حينما يقول: اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه؟ سبحان الله. لما النبي يجي لك ويقول لك: البس الحجاب، هتقدر تقولي له لا؟ هتقول: طبعا ما اقدرش، ده النبي، ده انا في ساعتها هلبس حجابي. طيب ما هو وصلتك الآية اللي بتأمرك بلبس الحجاب، ووصلك الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيأمرك بالحجاب، فما الفرق بين ان يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو يصلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أعظم بكثير من طاعته في حياته، لأن الإنسان ممكن يطيع النبي في حياته حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لما أطيع أمر النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على محبتي للنبي واتباعي للنبي واستماعي لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا يا حبايبي، هناك فرق بين أن الإنسان يبقى عنده معلومة وبين أن الإنسان لا يتفاعل مع تلك المعلومة، وذلك لضعف اليقين في قلب هذا العبد. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.